بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في قلب اسكندريه القديمه، في المينا الشرقي، المينا اللي فيها مراكب الصيادين، جنب قلعه قايتباي. لو بصينا على يمنا كده هنلاقي قلعه قايتباي هناك اهي، في المنطقه القديمه لاسكندريه او اصل اسكندريه اللي هي كانت جزيره فاروس. الجزيره دي كان عليها فنار اسكندريه القديم اللي هو احد عجائب الدنيا السبع القديمه، وبعد كده انهار هذا الفنار بزلزال، وبعد كده جه السلطان الاشرف قايتباي، هو سلطان من المماليك، علشان يحمي مصر بنى هنا قلعه مكانها وسماها قلعه قايتباي، وبناها بنفس الاحجار بتاعه الفنار اللي كان وقع فيه الزلزال. هنلاقي المنطقه دي هي جزيره فاروس، هي دي المنطقه الاصليه للاسكندر الاكبر. لما جه مصر جه لقى هنا شويه صيادين، فبدا يبني مدينه اسكندريه عليها، وكانت جزيره فعليا. بعد كده مع الايام اتردم الجزء ما بينها وما بين البر الرئيسي، واصبحت هي اسكندريه القديمه. هنا في احياء اسكندريه القديمه، عندنا المنشيه، عندنا البوشي، عندنا المنطقه بتاعت الصيادين، تمام، وعندنا راس التين، راس التين، والمينا الغربي، وفي طبعا مكتبه اسكندريه الحديثه موجوده هناك، معرفش هتبان ولا لا، بس هي هناك في الحته اللي هي ملمعه شويه او بتلمع شويه، دي مكتبه اسكندريه الحديثه. طبعا من الناحيه اللي على البر في اسكندريه هنا او في الجزء القديم برضو عندنا المسجد المرسي ابو العباس، وعندنا مسجد القائد ابراهيم، وعندنا وسط البلد اللي فيها محمد احمد بتاع الطعميه، وفيها فتح الفلاح، وفيها كمان الشوارع بنفس الشوارع الموجوده في وسط البلد في القاهره، يعني نلاقي المسجد شارع 26 يوليو، شارع سعد زغلول، الحاجات دي. دي اسكندريه القديمه اللي هي موجوده في المنطقه الغربيه من اسكندريه. بعد كده توسعت اسكندريه اتجاه الشرق، وبدا يظهر معانا احياء جديده بقى زي زينيا، زي ميامي، زي العصافره، بعد كده المنتزه، المعموره، وهكذا لغايه ما بنوصل منطقه ابو قير. فده الفيديو ده اتمنى يكون عجبكم واتمنى يكون مفيد. وهنا حدثت الاحداث الكبرى في مدينه اسكندريه، والسلام عليكم ورحمه الله.